أبو تريكة يفجر مفاجأة، الأهلي بيستعد لتوجيه ضربة قوية لحسام حسن ومنتخب مصر. كشف محمد أبو تريكة عن قرار مسؤولي النادي الأهلي بتصعيد أزمة لاعبي الفريق الدوليين المقرر انضمامهم للمنتخب الوطني الأول في المعسكر المقبل. وأوضح أبو تريكة في تصريحاته إن الأهلي يتمسك بعدم انضمام لاعبيه للمنتخب إلا في مواعيد الأجندة الدولية حسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. وأشار إلى أن الساعات الماضية شهدت اتصالات ومباحثات مكثفة في النادي الأهلي بين لجنة الكرة ومجلس الإدارة والجهاز الفني، وتم الاتفاق على عدم إرسال لاعبي الأهلي للمنتخب الأول في معسكره المقبل إلا في المواعيد المحددة من قبل الفيفا. وأعلن منتخب مصر أنه سيبدأ تجمعه استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو ثم غينيا بيساو من يوم 28 مايو الجاري عقب انتهاء آخر مباراة في بطولة الدوري المصري خلال الشهر الجاري يوم 27 من شهر مايو. وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا موعد الأجندة الدولية خلال الفترة من 3 يونيو وحتى 11 يونيو. وقرر الأهلي التمسك بلاعبيه الدوليين في دور ال 32 لبطولة كأس مصر الذي سيلعب فيه الأهلي مع الألمونيوم. ويستعد مسؤولي الأحمر لإرسال خطاب رسمي لاتحاد الكرة في غضون الساعات المقبلة يتضمن هذا الموقف الحاسم. ويعد هذا الموقف ردا واضحا على رفض حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر إراحة لاعبي الأهلي الدوليين في ودية كرواتيا يوم 26 مارس الماضي، رغم اتفاق مارسيل كولر مدرب الأهلي وحسام حسن وقتها على إراحة معظم لاعبي الأهلي من ودية كرواتيا بسبب ارتباط الأحمر بمباراتي سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. ولكن فوجئ كولر بحسام حسن يعتمد على 6 لاعبين أساسيين في ودية كرواتيا التي خسرها منتخبنا 4-2، واللاعبين الستة هم رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية ومحمد مجدي قفشة وأكرم توفيق.